صباح الخير. النهارده اخر يوم امتحانات في تالتة طب. مش عارفه المفروض احس بايه بصراحه، بس حاسه ان انا مبسوطه ومتحمسه اليوم. هو تقريبا مشكله المواصلات في مصر ملهاش اي حل تاني غير مترو مغطي كل انحاء مصر. يعني بجد بحس ان المترو نعمه في القاهره، بجد بجد مش بيحطك تحت ستريس المواصلات ولا الزحمه ولا الدوشه. ما نمتش من امبارح غير ساعتين تقريبا، من 3:30 ل 5:30، فحاسه ان انا شايفه كل حاجه اتنين. فكرة ان مادتين النهارده المفروض مادتين سهلين يعني، ومفروض على كلام الدفعات اللي فاتت ان تخلص ويبقى فيه وقت فاضي وكل الكلام ده، بس تقريبا هي الزنقه في كليه الطب دي حاجه مفروغ منها، ان هي دايما هتبقى عاده كل امتحان. الشوارع النهارده فاضيه على غير المتوقع، بس هو فعلا هو مين هينزل الساعه 6:30 الصبح يوم السبت في اخر شهر 7 غير واحد في كلية الطب رايح امتحان. تم الوصول. دي الساعة المشهورة في القصر العيني، وهو بالمناسبة اسمه قصر العيني. قصر العيني هو كان امير تقريبا او ملك اسمه العيني باشا عمل القصر ده. طبعا بقى بعد ما مات وبعد انتهاء فترة الدولة العثمانية او عهد محمد علي عموما والخلفاء بتوعه، قرر او الدولة قررت عامة ان هي تخليه دار الطب في مصر، ومن هنا جت تسميته القصر العيني او قصر العيني، وبقى كلية طب القصر العيني القاهرة. وبالمناسبة يعني السنة دي تقريبا هيعدي 200 سنة على إنشاء كلية طب القصر العيني، فخورة بجد. أي فترة بشرب كوبايتين قهوة في اليوم تقريبا، غير الشاي غير الايس كوفي غير مصادر الكافيين التانية. فحاسة ان حصل لي خلاص توليرانس لأي حاجة فيها كافيين، ما عادتش بتأثر فيها زي الأول خالص. الحمد لله سنة تالتة خلصت. فايبس بعد الامتحان دي بتحسسني بأدرينالين رش فظيع من مراجعة الإجابات جاها إجباريا. حتى لو قررت انت مش هتراجع، فانت كده كده هتراجع، كده كده هتسمع إجابة سؤال في أي مكان. انت قاعد مثلا في الساحل وانت نازل في السلم. بجد الحمد لله ان السنة دي عدت. حاسة ان عدى 5 سنين مش عدى سنة واحدة، فالحمد لله على كل حاجة بتخلص. اكتر مكانين بحبهم في القاهرة هما الزمالك والمعادي صراحة، مش عشان اي حاجة غير ان هما بس مليانين شجر، و كل بلكونة حرفيا بتبقى احلى من اللي قبلها، يعني فيها اشجار كتير وزهور كتير، بجد تحفة. جاي في بالي خاطرة من الخواطر، ان في حديث شريف فيما معناه ان الانسان لما بيدخل الجنة بينسى اي عذاب اتعذبه في الدنيا، ولما بيدخل النار بينسى اي نعيم اتنعم بيه في الدنيا. حاسه ان الحياه كلها كده، يعني مجرد ما خلاص الاجازه جت حسيت ان انا ما عداش عليا اي مذاكره قبل كده، ان مفيش حاجه حصلت، مع ان اكشلي
وقت الدراسه كان وقت صعب جدا بالنسبه لي، خصوصا الترم الاول كان 5 سنين لوحده بصراحه، علينا كلنا بجد، على الدفعه كلها. ف بحس ان دي الحياه كلها، اول ما بنبدا مرحله جديده بننسى تماما كل المرحله القديمه اللي احنا عدينا عليها. وبس كده سنه تالتة خلصت، زي ما كل حاجه بتبتدي وتخلص في الدنيا عموما. كانت سنه مليانه حاجات كتير قوي متلخبطه، حاجات حلوه حاجات وحشه. فاضل تقريبا كده بالظبط 2.5 سنين على التخرج كده وكده، و4 سنين ونص على التخرج اللي بجد بقى بعد الامتياز ان شاء الله. حاسه ان بقالي سنين كتير قوي قوي في السنه دي، بس عدت زي ما كل حاجه في الدنيا بتعدي، و ان شاء الله كل السنين الجايه تعدي بخير، تبقى سنين كويسه ونطلع منها اهم حاجه معافين نفسيا. بس كده، ده كان فلوج النهارده، اتمنى تكونوا اتبسطتوا واستمتعتوا معايا باليوم المرهق الشاق ده، وسلام.